أنا بنت كل ما بيتقدم لها عريس بيطفش بسبب اللي عمله فيها أخوها. أهلا بيكم متابعين الكرام على قناتكم قصص واقعية، قصص من الواقع، أبطالها رجال ونساء فتحوا لنا قلوبهم وحكوا لنا حكاياتهم، وأنا بشاركها معاكم علشان تعم العبرة والعظة. يلا بينا نبتدي قصة النهاردة. انت بتلوميني على ايه يا ماما؟ أنا ذنبي ايه في العريس اللي طفش ده واللي قبله؟ ما أنا بعمل زي ما انتي بتقوليلي وبلبس الحجاب وبقعد مؤدبة وأقول حاضر ونعم وافق بأي شروط هما بيقولولي عليها. قالت لي أمي هما بيعرفوا الحقيقة منين؟ كله من خيبتك انتي. قلت لها لأ، كله من ابنك واللي عمله فيا أخويا، هو السبب في العرسان لما بيعرفوا الحقيقة بيطفشوا. وشكلي كده هقعد جنبك من غير جواز. هو مين هيتجوز واحدة زيي بعد اللي ابنك عمله؟ قبل ما احكيلكم حكايتي هعرفكم بنفسي. أنا اسمي نهال، والنهاردة جيت أحكي لكم حكايتي. بس قبل ما أكمل ما تنسوش تصلوا على النبي. أنا عندي 20 سنة عايشة مع أمي وأخويا شريف اللي أكبر مني ب10 سنين. بس أبويا توفى وأخويا هو اللي بيصرف علينا. في يوم كنت واقفة ورا باب أوضتي وسمعت أمي وهي بتقول لأخويا: هي هتبقى مع حد غريب؟ دي هتبقى هي وصحابها يا ابني. بقولك ايه، أنا موافقة إن هي تطلع معاهم خلاص علشان خاطري. قال لها لأ، وأنا قلت لأ يا أمي، أختي مش هتروح تتفسح وتتمسخر. مش كفاية الصرمحة بتاعت المعهد اللي دخلته؟ أنا راجل بغير على أهل بيتي، وأختي تقعد في البيت وبس. قالت له دي ما بتروحش المعهد غير في الامتحانات عشان خاطر المصاريف والظروف، وهي كبد عليها قاعدة في البيت على طول، ولا بتشوف حد ولا حد بيشوفها. يرضي مين بس ده يا ابني؟ هي عايزة تطلع تشوف مين بقى البنت دي؟ البنت ليها قعدة البيت وبس. وبعدين هي جابت منين فلوس أصلا علشان تتفسح بيها مع أصحابها؟ قالت له دي لما خالتك كانت عندنا ادت لها قرشين توسع بيهم على نفسها. معلش، سيبها وخليها تطلع مع أصحابها. قال له النبي يا انتي طيبة وعلى نياتك، البنت دي عقربة وتضحك عليكي بكلمتين. انتي يا بنت تعالي هنا. طلعت من اوضتي بسرعة وقفت قدامه وانا خايفة. قلت له ايوه يا ابي، في ايه؟ قال لي معاكي فلوس وعايزة تروحي تتفسحي بيها كمان؟ قلت له ده هما 300 جنيه كانت مدياهم لي خالتي، وبعدين انا واصحابي هنروح نقعد في مكان هادي وكلنا بنات في بعض وبس. قال لي بصي، هي كلمة ومش هتنيها، تدخلي تجيبي الفلوس من جوه وتنسي انك تطلعي وتتفسحي. لما تبقي تتجوزي يبقى اتفسحي مع جوزك. قلت له انت بقى عايز الفلوس في ايه؟ انا مدياهم لي خالتي. قال لي وخالتك دي لما بتيجي تاكل وتشرب هنا من فلوس مين يعني؟ مش من فلوسي. هاتي بقى الفلوس من جوه وبلاش تكتري معايا في الكلام. امي قالت لي اسمعي كلام اخوك يا بنتي، علشان خاطر ادخلي يا بنتي هاتي له الفلوس، هاتيها له من جوه. وفعلا دخلت وجبت له الفلوس وحطيتها قدامه على الترابيزه، ودخلت اوضتي وفضلت اعيط. تاني يوم هو نزل على شغله وانا طلعت على السطوح، وكانت قاعده صاحبتي ريهام. قالت لي ايه يا بنتي بقى، ساعة بكلمك ومستنياكي هنا علشان تطلعيلي. قلت لها معلش يا ريهام، اخويا كان تحت ومعرفش ايه اللي اخره النهارده وخلاه يصحى متأخر كده وراح الشغل متأخر. قالت لي ما هو من سهرة امبارح، تعب الراجل كتر خيره. بكلمك على الموبايل مش بتردي. قلت لها اخويا بقولك ما يعرفش ان انا معايا موبايل، فدايما عاملاه صامت لحسن يشوفه، وانا مش ناقصة مشاكل او ياخده مني. قوليلي، هو انتي تقصدي ايه بكلامك ان اخويا كان سهران امبارح؟ هو انتي تعرفي كان سهران فين؟ قالت لي الكلام ليكي اهو ما يطلعش بره. ايوه اعرف ان اخوكي كان سهران فين امبارح، وبقاله فترة كبيرة كمان بيسهر عندنا في الشقة اللي قدامنا بتاعت البنت دي اللي اتطلقت. قلت لها انتي بتهزري، مش كده؟ اخويا ده عامل علينا شيخ في البيت، ده منعني اقف حتى في البلكونة، يقوم يعمل كده من ورانا. استغفر الله العظيم يا رب. قالت لي بقولك ايه، الكلام ده ما يطلعش بره، انا بقولك اهو بس عشان تعرفي حقيقة اخوكي. المهم، هتخرجي معانا؟ قلت لها لا مش هخرج، هو مش موافق، حتى الفلوس اللي كنت هطلع بيها معاكم اخدها مني. قالت لي مش عارفة اقولك ايه، خلاص تتعوض المرة الجاية.
ادي المذكرات اهي بتاعت المحاضرة اللي فاتت علشان تذاكري وما تفوتكيش حاجة. قلت لها انا مش عارفة اشكرك ازاي، بس هنزل انا بقى لحسن حد يشوفني ويقول لاخويا، وابقي سلميلي على البنات لحد ما اشوفهم. نزلت وقعدت اذاكر، وبالليل كنا قاعدين نتعشى، وشريف اخويا بصلي بهدوء وقال لي بقولك ايه يا ماما، البنت دي متقدم لها عريس، ولد صاحبي كده شغال معايا في المصنع، ولد جدع ومتربي بس كان متجوز قبل كده وعنده بنت ومراته مطلقة ومعاها بنتها. قالت له أمي ليه يا ابني نرمي أختك لواحد ليه سابقة، دي لسه عيلة صغيرة. قال لها مين دي اللي عيلة صغيرة، احنا نضحك على بعض، البنت كملت 20 سنة، واللي قدها في السن متجوزين ومعاهم عيال كمان. قالت له اللي قدها دول يا دوب بيفكوا الخط، أختك لو كنت سبتها تختار الكلية اللي هي عاوزاها وأخدت حقها في التعليم كان زمانها دلوقتي ما شاء الله في طب ولا في هندسة. قال لها أنا بقى خروف قاعد في البيت، أختي طالعة داخلة كل يوم. قلت له هو كل اللي بيطلع بنته تتعلم ويديها حقها وما يظلمهاش يبقى خروف؟ انت فاهم الرجولة غلط قوي. قال لي وانتي بقى يا روح امك اللي هتعلميني ايه هي الرجولة؟ اتفضلي يما. هي ما طلعتش من البيت وبترد عليا الكلمة بكلمة. قالت له ما تقصدش يا ابني، وبعدين هي معاها حق، البنات تطلع تتعلم ويبقوا احسن بنات في الدنيا، والناس بتحلف باخلاقهم. قعدة البيت يعني هتضعف شخصية اختك وتدفنها بالحياة. خلاصة الكلام يما، موافقين على العريس ده اكلمه واخليه يجي يشوفها ولا لا؟ ويكون في علمكم الراجل ده عنده شقة تمليك وعايش لوحده، يعني لا حما ولا سلفة. أمي قالت له أختك لسه عيلة صغيرة وما جاتلهاش جوازة مرتاحة، مش هخليها تتجوز، خلي صاحبك يشوف له واحدة مناسبة ليه. هنا أنا اتكلمت، قلت له بقولك ايه يا شريف، منار اللي اتطلقت من كام شهر دي حلوة اهي وصغيرة وقاعدة لوحدها في بيت أبوها، خليه يتجوزها، ولا انت ايه رأيك؟ قال لي هو حر يختار اللي هو عايزها، انا هشتغل له خطبة ولا ايه؟ اهو مش مكمل اكل، ده انتوا تسدوا النفس منكم لله. قال كلامه وانا ضحكت في نفسي لانه اتعصب اول ما جبت له سيرة منار. معنى كده ان كلام صاحبتي صح. وبعد شوية كان رايح شريف لبيت منار، وقبل ما يخبط على الباب طلعت صاحبتي وشافتهم وقالت له هي مش موجودة، لو انت يعني جاي عندها فهي مش موجودة في شقتها. قال لها انت ريهام صاحبة اختي مش كده؟ قالت له ايوه. انا لا، انت لو عايز تستنى تعالى اتفضل عندنا لحد ما تيجي. قال لها لا انا مش عايز ازعجكم انتي واهلك. قالت له مفيش حد عندنا، ده يا دوب قاعدة انا وابويا، اما امي الله يرحمها من زمان، ابويا تعبان وعلى طول نايم. قال لها ألف مليون سلام عليه، ده أنا كده أدخل وأطمن. ودخل فعلا، وبعد شوية كان قاعد على السرير بيشرب السيجارة بتاعته. قعدت ريهام جنبه وحطت قدامه صينية عليها فاكهة. قالت له هو ده اللي انت كنت بتيجي عند منار علشانه؟ بس تصدق انت طلعت طيب وحنين، اختك كانت مفهماني غير كده خالص. قال لها هو انتي واختي اصحاب لدرجة انها تحكيلك عليا وعلى اسرار بيتنا؟ قالت له اختك دي هبلة وبيضحك عليها بسرعة، وعشان كده انا بعرف اسحب منها الكلام، وانا اصلا مصاحباها علشانك، علشان اعرف اخبارك منها. قال لها طيب انسي بقى، انسي اختي وانسيني خالص يا حلوة، واقسم بالله لو عرفت انك جيتي بيتنا او كلمتي اختي انا هفضحك. قالت له الله، وايه النغمة الوحشة دي، ما احنا كنا حلوين من شوية، ايه اللي غيرك كده؟ قال لها لان سيرة اختي جت في الموضوع، وانا محبش سيرة اختي تتذكر في اي موقف، لان هي اغلى وانضف من ان واحدة زيك حتى تجيب سيرتها على لسانها. قالت له اختك دي لو شريفة والشيخة خضرة زي ما انت فاكر ما كانتش جابت التليفون من وراك وانا بكلمها عليه. قال لها انت كدابة، مستحيل ان اختي تعمل حاجة زي كده من ورايا، اختي طيبة وملهاش في اللف والدوران. قالت له طيب انا هسمعك بنفسك صوتها وهي بتكلمني من الموبايل بتاعها، ايه اللي جايباه من وراك؟ مسكت التليفون في الوقت ده ورنت عليا، انا كنت قاعدة بذاكر. قلت لها ايوه في حاجة ولا ايه؟ قالت لي غريبة رديتي عليا على طول،
أنا فكرتك مش هتسمعي التليفون كالعادة وعاملاه صامت وخايفة من أخوكي. قلت لها لا، أخويا مش في البيت أصلا، أنا قاعدة بذاكر والمحاضرات اللي أخدتها منك النهاردة والتليفون قدامي أهو. قالت لي طيب خلاص يا حبيبتي، أنا بس كنت بطمن عليكي، كملي مذاكرة وأنا رايحة أنام، تصبحي على خير. قفلت معاها وما كنتش فاهمة أصلا هي كلمتني ليه. فضلت أذاكر لحد ما فجأة باب الأوضة اتفتح عليا ودخل شريف وهو متعصب. مسكت التليفون وخبيته ورا ظهري. قلت له في ايه، مش تخبط قبل ما تدخل؟ قال لي ايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك؟ طلعيه ومش هقولك تاني. قلت له مفيش حاجة، مفيش حاجة اصلا، لو سمحت اطلع بره وسيبني اذاكر. قرب مني ومسك ايدي اللي فيها التليفون واخده مني وقال لي ما طلع في حاجة اهو. مين بقى اللي جابهولك؟ ندهت لماما وقالت له، قال لي اخرسي خالص، امك واخدة العلاج ونايمة ومش هتحس بأي حاجة. انطقي بقى، مين اللي جابلك التليفون؟ قلت له من كام شهر في زيادة بتيجي على المعاش بتاع أبويا، ماما ما قالتلكش عليها وكانت بتحوشها علشان تجيبلي بيها التليفون. قال لي وبتكلمي عليه مين بقى التليفون ده؟ قلت له والله العظيم ما بكلم غير صحابي، حتى افتحه بنفسك وشوف أنا بكلم مين. قال لي ما أنا هشوف وأكسر التليفون ده على دماغك علشان بعد كده تفكري مليون مرة انتي وأمك قبل ما تعملوا حاجة من ورايا. قال لي كلامه وقفل الباب علينا. واليوم ده أخدت فيه علقة معتبرة، جسمي كله اتكسر فيه ووشي بقى كله كدمات. وبعدها بيومين كنت قاعدة في أوضتي، دخلت عند أمي، قالت لي يلا أقنعت أخوكي إنك تاكلي. قلت لها هان عليك يا ماما تسيبيني الفترة دي كلها من غير لا أكل ولا شرب. قالت لي حقك عليا يا بنتي، بس أخوكي كان حالف لو خليتك تاكلي ولا تشربي لا ينزل ويسيب البيت وما يرجعش، وانتي عارفة أنا وانتي ملناش غيره من بعد أبوكي الله يرحمه. وكمان هو قاعد لي في البيت اهو اليومين دول اعملها عند، بس خلاص اقنعته ان انتي تاكلي وتشربي. يلا بقى تعالي معايا. وعشان كنت جعانة اوي طلعت وقعدت معاهم على السفرة وهو كان قاعد بياكل. اول ما شافني قال لي يا ريت تكوني اتعلمتي الدرس علشان انا مش عايز امد ايدي عليكي تاني. قلت له اتعلمت خلاص يا شريف. امي قالت له اتعلمت يا شريف يا ابني خلاص، وبعدين اختك ملهاش حد غيرك، ده بدل ما تطبطب عليها وتحسسها انك بتحبها، قال لها انا عشان بحبها وخايف عليها بعمل كده. الدنيا بره وحشة، ودي بنت صغيرة ودماغها صغيرة محتاجة تشد عليها لو غلطت علشان بعد كده تخاف تكرر الغلط تاني. انا بعمل لو ابويا كان موجود الله يرحمه وعايش كان عمله يا امي. كلي علشان تقدري تعيشي، وقريب قوي هنجوزك ونفرح بيكي. امي قالت له عندك ليها عريس ولا ايه؟ قال لها ما العرسان كانت موجودة، انتي اللي رفضتي يا ماما، بس معلش لسه فاضل كتير وهتتجوز واحلى عريس كمان. قلت له انت قطعت الكتب بتاعتي والمذاكرة والمحاضرات، انا عايزة اكلم صاحبتي تجيبهم لي من تاني. قال لي لا، بصي علشان الموضوع ده ما يتفتحش تاني، البنت دي تقطعي علاقتك بيها خالص، والمعهد ودراسة تاني مفيش. قالت له ليه بس يا ابني؟ خلاص دي آخر سنة تمتحن، واللي فيه الخير بعد كده يقدمه ربنا. قال لها وانا قلت لا يا ماما، البنت ريهام دي مش كويسة واختي ما تصاحبش الاشكال دي. قالت له طيب بلاش صاحبتها دي بالذات، وايه دخل صاحبتها في الدراسة بتاعت اختك؟ هي عرفت الزفتة دي منين؟ مش لما دخلت الزفت المعهد ده يا ماما؟ بص يا ماما، انا بطلع وبدخل وعارف الصح من الغلط، انتوا قاعدين هنا ومش عارفين حاجة. البنت مش هتطلع تاني من البيت والكلام يتسمع، وإلا والله ما تعرفوش أنا ممكن أعمل فيكم إيه. سمعت كلامه وضيعت تعبي في المعهد وما رحتش امتحنت. وفي يوم الباب خبط وأنا قاعدة بروق في البيت، رحت فتحت وكانت ريهام. قالت لي اخصى عليكي بقى تقفلي التليفون بتاعك وكمان ما تجيش الامتحانات، كلنا قلقنا عليكي يا بنتي. قلت لها انت ايه اللي جابك هنا بس دلوقتي؟